السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. النهارده انا يعني حابه اتكلم في موضوع مش الحجاب لكن اللبس المحتشم عموما وايه مقياسه، وهل اللبس ده ثقافه؟ يعني بعيدا عن الحجاب والدين، هل الثقافه بتلعب دور في يعني في ان الانسان يعتبر ان اللبس ده لائق ان هو يلبسه وما فيهوش اهانة ليه ولا لأسرته، ولا لا؟ يعني هل الناس اللي اتولدت وعاشت في مجتمعات بتعتبر ان المايو عادي والنص كم عادي والمايكرو عادي، دول الناس دي هل هم لو مثلا غيروا المكان اللي هم فيه وراحوا مكان تاني بيعتبروا ان الحاجات دي غير لائقة، هل فكرهم هيتغير ولا هم هيسايروا بس الحشود وخلاص، هيتبعوا اللي حواليهم بيعملوه خلاص؟ انا هنا بتكلم عن الافكار، الفكر اللي انت بتؤمن بيه من قلبك. انا مثلا واحده من الناس، وقبل ما البس الحجاب انا طبعا لبسته على اساس انه هو فرض، لكن طبعا كان لي في فتره في حياتي انا فيها مش محجبه. والحقيقه انا فاكره كويس جدا وانا في ابتدائي وانا بروح الدروس وكده، قبل ما البس الحجاب لما كان في عندي جيب كده ليها فتحه من الجنب، كنت بتكسف جدا البسها، ولما كنت بلبسها حتى كنت بشيل شنطه طويله واشيلها في طرف ايديا بحيث تبقى مغطيه الحته دي، بحيث ان انا لو عديت من قدام حد ما يشوفش رجلي. والحقيقه انا كنت كنت شويه يعني فكري متضارب، لانه طب انت مكسوفه، طب ليه بتلبسيه؟ وفي نفس الوقت طب ما اهلي سامحين لي اللي انا البسه. ده الكلام ده وانا صغيره طبعا، لكن كان من جوايا لا، مش مرتاحه. والحقيقه هو ده اللي انا بسأل عليه. دلوقتي انا المجتمع سامح لي ان انا ممكن البس اللبس ده عادي، رغم ان انا من جوايا مش مرتاحه. فهل معنى كده ان اللبس فعلا يعني هو ثقافه؟ يعني على حسب ثقافه المجتمع انت بتلبس، ولا انت بتلبس اللي انت مقتنع بيه؟ انا هنا مش بتكلم عن الحجاب خالص علشان كلامي يبقى واضح. انا بتكلم عن اللبس العادي، اللبس بعيدا عن غطاء الرأس وبعيدا عن الدين تماما. دلوقتي كلنا مخلوقين من طينة واحدة، فالمفروض ان احنا كلنا يعني معجونين بعجينة واحدة. طيب انا دلوقتي هل الحاجة اللي بتضايقني في اللبس هي اللي بتضايقك، ولا لا؟ دي يعني على حسب المجتمع، على حسب الناس بتسمح بايه وما بتسمحش بايه. مثلا بره مصر مسموح جدا عادي خالص ان الناس تخلف قبل ما تتجوز. طبعا ده لو حصل هنا في بلاد عربية بتبقى كارثة الكوارث. فهل اللي شايف انه مثلا اللبس المحتشم ليه معايير معينة، هل الشخص ده لو سافر بره مصر للبلاد الغربية هل مثلا هيسمح لبنته او لابنه ان هو يمشي مع ثقافة المجتمع ده في انه يلبس اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، ولا هيتمسك ب اللي احنا متربينا عليه وثقافة المجتمع اللي هنا رغم انه عايش بره؟ انا عارفة انه صعب طبعا ان انت تفصل الدين عن الموضوع ده، ده شيء مستحيل يعني. لكن انا بشوف نماذج على الاقل في التلفزيون لما بتسافر بره هل وانتوا بتتصرفوا او بتتحرروا من مقاييس معينة من اللبس او بتلتزموا بيها، هل ده بسبب ان انتوا من جواكوا مرتاحين كده، ولا لان دي ثقافة المجتمع فانتوا ماشيين عليها وخلاص؟ هل انت كراجل محترم هتسمح لمراتك او لبنتك او لاختك ان هي تتحرر من مقاييس معينة في اللبس؟
ولا انت هتمشي على حسب المجتمع اللي انت فيه؟ لو انت في ايجيبت او انت في مصر زي ما بيقولوا، والله لو في ايجيبت هيبقى المقاييس مش قوي، لو في مصر لا هتلتزم باللي بيعملوا ولاد البلد هنا. وهل لو انت مثلا من مصر ورحت عشت في ايجيبت، هل هتسمح لاخواتك او بنتك ان هي تتحرر شوية في اللبس علشان اللي هناك او الشائع هناك انه لا مفيش التزام قوي بالمقاييس دي، وهيبقى من جواك عادي كول مرتاح، ولا لا؟ انا عن نفسي لو هتسألني انا عن رأيي، انا شايفة ان هو بصراحة هي مسألة مش ثقافة قد ما هي مسألة راحة نفسية، قد ما هي مسألة انت مرتاح لإيه، قلبك حابب ايه. لو انت انا شخصيا بحس بالامان جدا، وبحس ان انا يعني مش هيتم افتراسي من الذئاب، فانا ملتزمه بحد ادنى من اللبس، ولا يمكن اتحرر اكتر من كده. طبعا انا مش هقول ايه هو مقياسي، لكن انا بقول ان هو بالنسبه لي مساله راحه نفسيه، واني احس ان انا اسفه في التعبير مش رخيصه، مش فاللبس بالنسبه لي هو راحه نفسيه، واللي انا مؤمنه من جوايا ان هو مريحني، ان انا قادره اواجه بيه الناس واواجه بيه نفسي. هو ده بصراحه بالنسبه لي مقياسي في اللبس عموما. فانا بقى مش عارفه هل بالنسبه لبقيه الناس هل هو ده نفس المقياس ولا في مقاييس تانية انا معرفهاش. طب ليه انا من البدايه سالت السؤال ده؟ هقولك ان انا الحقيقه سمعت تصريحات واحداث ان الناس في بعض الناس بتتحرر تماما من اللبس، تماما، وبيقولوا عادي، والشغل عايز كده، وعلشان نجيب فلوس، وعشان مؤمن يا بني ادم. طيب يعني مفيش مرة ولا مرة، ما هو مش معقولة تكون بتطلع على الملأ بهذا الشكل ومفيش ضميرك ما بيأنبكش لحظة؟ يعني مش ممكن، ده لو ضميرك أنبك لحظة مش هتعملها تاني. فلما المسائل اتكررت والتبرير بقى انه عادي وفي ناس بتعمل كده عادي والموضوع مألوف، فالحقيقة الواحد بيقول احنا كلنا زي ما قلت في الاول مخلوقين من طينة واحدة، فالحياء ده موجود في كل الناس، مش ممكن يعني تكون اتنازع من الناس وناس لا. فعلشان كده سألت السؤال ده من البداية. ممكن يكون في اسباب تانية تخلي الناس طبيعتها تتغير، مش عارفة والله اقول ايه، بس ممكن يكون في اختلاف في وجهات النظر في الموضوع ده. علشان كده حبيت اطرح السؤال ده، وانا قلت لكم وجهة نظري بمنتهى الصراحة. اتمنى تشاركوني بالرأي واعرف وجهة نظركم في هذا الموضوع. شكرا، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.